عايزه تاكلي محشي كرنب طعمه حكايه. النهارده هقولك على اسرار وتركات في محشي الكرنب هتخليه في حته تانية، وكل اللي هيدوقه هيطلب تاني. كل ده هقوله لكم النهارده في الفيديو بتاعنا. انا بسمة ودي قناتي. اول حاجه هزيح حته سمنه. لو انت زي من النوع اللي هو بيخزن التسبيكه بتاعه المحشي هتعملي نفس الخطوات، ولو انت برضو مش بتخزنيها وبتعمليها على طول هيبقى برضو نفس الخطوات مع اختلاف حاجات بسيطه برضو هقولها لكم في الفيديو. هنزل بقى ببصلايه عندي هنا انا مقطعاها صغيره او مفرومه براحتك. طبعا لو انا عامله بصلايه واحده عشان انا محضره التسبيكه فيها بصل. لو انت بتعمليها من الاول بقى بتحبيها طازه في طازه هتعملي كميه بصل كبيره لان المحشي بيحب البصل. وهرش شويه ملح كده عشان البصل يدبل. خلاص كده هي هنا خلاص هتحمر. هنزل عليها بتوم وحته هريسه شطه. انا حاطه حته صغيره عشان عندنا ما بيحبوش الحراق بس بتخلي ريحته في حته تانية ومش هتخليه حراق على فكره. هقولك بقى على حاجه، في ناس ما بتحبش التوم في المحشي بس عايزه اقولك لو جربتيه هتدمنيه. المحشي على فكره مش بيبقى طعمه توم بس بيدي طعم حلو قوي وريحه حلوه كمان. هتخليهم كده يتشوحوا كده شويه مع بعض، التوم مع البصل مع الهريسه بتاعتنا، ولو مش موجوده زي ما قلت لكم خلاص. وهنزل عليها بالتسبيكه اللي انا شايلاها. طبعا لو انت لسه بتعمليها يبقى هتنزلي عليها بالصلصه. هحط بقى عليها اساسي عندي، احط الخلطه دي اللي هي ال11 بهور. بجد طعمها حكايه في محشي في تتبيله. كمان اساسي معايا الفلفل الاسود وكمان الكمون وشويه كزبره. وطبعا هحط شويه مرقه، انا بستخدم المرقه دي طعمها حلو جدا. بس محتاجه ان انت تكتري منها شويه غير المرقه المكعبات بتاعتنا العاديه. وكمان هحط رشه ملح عشان في الاخر هدوقها. ما تنسوش ان انا حاطه ملح اساسا على البصل في الاول. نيجي بقى للسر بتاعنا. السر كله في الليمونه دي. لو انت عامله كميه كبيره حطي ليمونتين، لو كميه صغيره زي اللي انا عاملاها هتعصري ليمونه. واوعي تستقلي بعصره الليمونه وتقولي احنا بنحط الليمون مع ورق العنب بنعصره عليه من فوق. يا جماعه بيوديه في حته تانية فعلا. انا من حلاوته عيالي بيقعدوا يفضلوا ياكلوا بالمعلقه الرز ني والله العظيم من جمال طعمه وجمال الخلطه. وهحط لها كمان رشه سكر. انا بالنسبه لي اي حاجه فيها صلصه بحب ان انا احط لها رشه سكر. وهبدا بقى اقلب الخلطه بتاعتي التحفه دي. بصوا يا جماعه ريحتها جباره، ريحتها بجد خطيره خطيره خطيره. هسيبها كده تغلي شويه وتبقبق مع بعضها وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. خلاص كده هي اخدوا غلوه مع بعضيهم وكل حاجه اندمجت. هنزل بالرز بتاعي المغسول وهي لسه على النار. بصوا عشان انا نسيت اشيل منها معلقتين، انا شلت هنا معلقتين مش مهم عادي بالرز عشان احطهم من على الوش من فوق. بعد كده هقلب بقى كل الكلام ده كويس. هنزل بقى عليها، هي كل ده لسه على النار، بالخضره بتاعتنا. حبه خضره حلوين كده. وعايزه اقول لكم الخضره دي انا شايلاها في الفريزر وما بتغيرش لونها. هي بصوا هي افتح من اللون ده، يعني هي افتح من اللون ده. هنا انا قلبت خلاص كل حاجه. عايزه اقول لكم طعمها خطير والله العظيم يا جماعه، طعمها خطير جدا. بس انا كده دلوقتي عليت النار تاني، الاول كنت موطيه. عليت النار عشان انا عايزه ان الرز يتشرب من الخلطه كلها. تمام، لما احس ان الرز خلاص اتشرب من الخلطه بتاعتي هروح مطفيه. انا خلاص كده طفيت عليه كده. ليه الرز اتشرب من الصلصه بتاعتي؟ ليه بقى بعمل الخطوه دي؟ اولا بتخلي المحشي طعم التسبيكه بتاعته
حلوه قوي وانتي بتاكلي الصباع كده. تاني حاجه، طبعا هي بتبقى متشربه من كل حاجه. تاني حاجه، التسبيكه دي لو قعدتي سبتيها يومين 3 في التلاجة مش هيحصل لها حاجه، لانها مش هتنزل اي سوائل منها، غير التسبيكه العاديه لما بنحط كله على بعضه وبعد كده نحط الرز في الاخر بتلاقيه بيعمل ميه. هنا بقى جبت الحله علشان ايه ابدا ان انا احشي. زي ما انتوا شايفين كده حطيت في القعر بتاعها جزر، في ناس ما بتحطش حاجه خالص، في ناس بتحط ورق كرنب اللي هو بيبقى اخضر، انت وراحتك. بنجيب، انا زي ما انتوا شايفين كده انا ببقى مخزناه في الفريزر، بطلع يفك وبعد كده بحشيه. بنحشي من الناحيه اللي بيكون فيها عروق عشان البنات الشاطره اللي لسه بتتعلم ومبتدئه في المطبخ، لما بتيجي تحشي المحشي الجزء اللي فيه العروق ظاهره بنخليه لجوه، والجزء الناعم بيبقى لبره. وبنلفه بقى ايه لفة عادي. الكرنب ده اسهل حاجة بجد في المحشي، في اللف بتاعه اسهل كمان من ورق العنب. ويجينا بقى ايه بنبتدي نرص الحلة بتاعتنا، وبيبقوا عكس عكاس. يعني ايه عكس عكاس؟ يعني مثلا عاملين صوابع بالطول يبقى مثلا صوابع بالعرض، عاملينها داير مثلا ما يدور يبقى فوقيها السطر اللي فوقيها او الصف اللي فوقيها هيبقى صوابع بالطول، وهكذا عشان لما يجي يستوي وكمان نشربه بالشوربة بتاعتنا يبقى ايه السوا بتاعه كويس ومتشرب حلو. انا هنا خلاص خلصت حلة المحشي بتاعتي. هجيب بقى معلقتين التسبيكة اللي كنت شايلاهم على جنب وابتدي احطها ايه من فوق. بص عايزه اقول لكم، شايفين صينيه الخلطه عامله ازاي؟ ما فيهاش نقطه ميه يا جماعه. الطريقه دي ما بتخليهاش تنزل نقطه ميه وتحفظيها في التلاجة من غير ما تبوظ، وبجد بجد لو جربتوها طعمها حكايه. انا هنا بقى هبتدي ان انا احطه على النار وهسقيه بالشوربه، شوربه فراخ، شوربه لحمه، ما عندكيش هيبقى تحطي ميه عليها مكعب مرقه، عليها طماطم مبشور، عليها بصل مبشور، عليها شويه ملح، شويه فلفل، ورق لورا وحبهان، وتسيبيهم يغلوا كويس على النار، وبعد كده تسقي المحشي بتاعك بيه. هنا خلاص المحشي بتاعي اتشرب. هبتدي بقى انزل بقطع سمنه كده فلاحي، حتت صغيره حتت صغيره كده عليه عشان تسيح وتنزل بقى ايه على بقيه المحشي، بتخلي طعمه في حته تانية بجد. هنا بقى كان المحشي استوى زي ما انتوا شايفين، كان ريحته خطيره. بصوا انا كنت مش قادره استنى، دقت منه حته صغيره كان سخن، وعايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي قوي. جربوه باذن الله هيعجبكم.